العيالات الامهات ربات البيوت اجي نهضر لكم شويه على شركه فيرونا، الشركه اللي ممكن الى طاح قدامك هذا الفيديو ممكن تكون سبب وفال الخير عليك انك تنتي يكون عندك صالير من دارك ومن وسط وليداتك. هاد الشركه هذه فتحات فرصه عمل وفتحت ارزاق لبزاف الوفات ديال العيالات اللي كيتخلصوا في شركه فيرونا غير من ديورهم ومن وسط وليداتهم. هاد الشركه هذه حلات سنه 2016 ومن ذاك الوقت والعيالات والحمد لله كيتمعشوا وكيتخلصوا وكيتعاونوا على الزمان، منها اللي كتقري وليداتها، منها اللي كتعاون الزوج ديالها، منها اللي كتعاون والديها، منها اللي كتداوى بهم، منها اللي كتداوي بهم والديها. اذا بزاف الوفات كيف قلت لكم ديال العيالات اللي متنفعين من هاد الشركه هذه. بالنسبه للشركه ديال فيرونا فما كتسجليش بالفلوس، مراعيه لجميع الظروف والعراقيل اللي عندك في حياتك. ما قرياش، ما عندكش الفلوس، ما عندكش الدبلوم، ما كتخرجيش، ما عندكش باش ديري المشروع، هادشي كله رميه موراك وبداي مع شركه فيرونا كما بدينا حنا. راه النهار الاول انا اللي بديت فيه راه ما كنتش عارفه بان هذه الخدمه راه بصح، خصكم تعرفوا راه نهار بديت راه والله ما كنت متيقه، ولكن قلت مادام ما غنعطي فلوس، مادام ما غنسجل بالفلوس، مادام ما غنسيني كونطرا، ما ندير حتى شي حاجه والله تنجرب. لانني دخلت لواحد الجروب فيه العيالات اللي غندخلك انت ليه، ولقيت العيالات كيهضروا على الخلاص، يهضروا على الخدمه. قلت لهم مادام هاد العيالات كيخدموا بالتليفون علاش انا ما نديرش بحالهم؟ علاش انا عندي تليفوني وجالسه كنتفرج فيه في الخوا الخاوي؟ علاش انا ما نوظفوش؟ ووظفته وجاب ربي التيسير، واليوم انا مقاوله ذاتيه من البيت ديالي، جالسه في الصالون ديالي وخدامه، وراه وليداتي كيحفظوا حدايا وانا الحمد لله خدامه وكنعاونهم وكنتعاون على الزمان. لان الام شنو هي الحاجه اللي كتخليها ترتاح؟ هي فاش تكون عندها خدمه وكيكون عندها مدخول اللي كتصرف به على وليداتها بالحلال. اذا مرحبا بكم اللي بغاتنا نعاونها، راه حنا مجموعه ديال العيالات ربات البيوت بحالنا بحالك، كل وحده من مدينه مجموعين في واحد الجروب على قبلك انت باش نتعاونوا معاك، وهذا الشيء كله باش انت تربحي وحتى حنا نربحوا، ربح مشترك بيننا. اذا العيالات مرحبا، عوض ما تبقاو ديروا الجروبات ديال شي حاجه اللي ما غاديش تنفعك، اجي دخلي معنا في الجروب اللي غادي ينفعك، جروب واتساب نسائي 100% فيه تعاون كيفاش تخدمي من دارك وكيفاش تحققي الصالير ديالك من وسط وليداتك مع شركه فيرونا. دائما مرحبا بكم. السحر، السلام عليكم. بعدا نجوى مرحبا. قبل ما نجاوبك دخلت البروفيل ديالك، الكونت ديالك، لقيتك دايره كل شيء، المحتوى ديالك ديني، يعني كتهضري على احاديث وايات مزيان، ولكن ما كتعرفيش واحد الايه غفلت عليك، ان بعض الظن اثم، سيرتو انك خديتي الاثم في هاد العشر الاواخر من رمضان. انا لا احتاج التبرير، ما غاديش نبرر لك، غادي نخليك بينك وبين ضميرك وغنخليك بينك وبين اللي خلقك. السحر، انا مثلا غادي نمشي وغادي نسحر على واحد البرودوي، غنسحر عليه. علاش في نظرك؟ علاش غادي نسحر على برودوي مثلا؟ وكيفاش انتي عطاتك نفسك انك تقلدي حتى لهاد الدرجه بهاد الكلمه هذه الخايبه؟ هذا كيتسمى قانون الجذب. انا غادي نوريه لك في الفلسفه او في اللغه العربيه. قانون الجذب، شنو هو قانون الجذب؟ قانون الجذب هو كتامني انت بالمعتقدات ديالك وبداك الشيء اللي انت كتامني به، كتامني به انت لدرجه انك كتنسبيه للناس اخرين. مثلا كتلقاي واحد لاباس عليه غني كيهضر غير على المال والاعمال والمشاريع، كتلقاي واحد مريض كيهضر على المرض، كتلقاي واحد فقير تهضر على الفقر، كتهضري مع واحد ناجح، كتناقشي مع واحد ناجح كتهضري كيهضر لك على النجاح، كتهضري مع واحد الانسانه حامله كتبقى تهضر لك على الحمل والولاده، وهذه ولدات وهذه سهله لها الولاده وهذه صعبت لها الولاده وهذه ولدت بالفتيح وكتهضري مع واحد ساحر كيبقى يهضر معك غير على السحر، حيت هو ساحر كيسحب ليه الناس كلهم سحاره بحاله. هادشي اللي واقع لك، مع احتراماتي ليك. هادشي هذا راه واقيلا فيك انت وكتنسبيه للناس اخرين. ما يسمى عندنا بالدارجه باللغه العربيه، بالدارجه ديالنا ما تيقول الديب غير اللي جرات ليه. مبروك على شركه حبيباتي. غير كتكذبي صيفط لك ما جاوبتينيش. مالك يا اختي كتقلدي في هاد العواشر هادي؟ مالك كتقلدي؟ انت متاكده انني ما بغيتش نجاوبك؟ واجي نقول لك واحد القضيه. انا اللي كندير فيديوهات كاين نهار اللي كندير 4-5 د الفيديوهات وكندير لي لايف، في نظرك علاش؟ وراه باش تدخلوا عندي، باش تخدموا معايا، باش انا نستافد، باش نتوما تستافدوا. الله يهديكم. وعلى راه ان بعض الظن اثم.
علاش اختي ما نجاوبكش؟ انا كون ما بغيتش نجاوبك علاش غنعذب راسي؟ شنو زعما غنتخلص على المشاهدات؟ تيك توك راه ما كيخلصش على المشاهدات باش تعرفي. انا كنتخلص من فيرونا، من شركه فيرونا اللي بغيتك انت تخلصي منها الا بغيتي. الا صغرتي راسك وبغيتي تخدمي، راه صغرنا راسنا حتى وصلنا الحمد لله، راه تصنتنا، راه ما ظنيناش، ما سأناش الظن بعباد الله، راه حسنا الظن بالناس باش دخلنا وخدمنا والحمد لله وكنتخلصوا ونافعين راسنا ونافعين وليداتنا والحمد لله. اختي عندي سامسونيت ديالي كنحلها كنلقى فيها فلوس مناش من فيرونا، من حسن الظن. انا حسنت الظن بالسيده اللي دخلتني النهار الاول، قالت لي دخلي تربحي الفلوس، قلت لها مرحبا نربحوا الفلوس مجموعين، شنو غادي ندير؟ ياك ما غنخلصك ما كاين فلوس تسجيل؟ قالت لي لا، قلت لها مرحبا نتسجل معاك اختي، شنو خصني ندير؟ وريني اش غندير. ديك الليله اللي وراتني الخدمه، ديك الليله بقيت على الخدمه وكان عندي الولد صغير درته في ظهري، حملته بالحمال ونط كنخدم كنجتهد ما كنعش، درت الخدمه في راسي صافي. واش كاينه خدمه؟ فاش دخلت للجروب لقيت العيالات كيخدموا ما عاطين لا ريال لا جوج كيخدموا من التليفونات، مليت راسي قلت علاش انا ماشي مراه انايا، انا لا ما تنسوا والو ملي العيالات كيخدموا من ديورهم ونافعين وليداتهم ومعاونين راسهم غير من تليفوناتهم وانا تنضل نتفرج في الافلام. علاش اختي ما نديرش بحالهم؟ دخلت عندها قلت لها وريني كي درتي كتخلصي، وراتني وكنشكرها. من علمني حرفا صرت له عبدا. واخا ما علمتنيش بزاف د الحوايج، غير داك الدخول باش دخلتني الشركه مازال كنذكرها بخير وكنشكرها، الله يجازيها بخير. ما عرفتها فين صدات دابا، مابقيتش عارفه عليها تخبار، دخلتني كانت سبب ليا في هذا الرزق والحمد لله. احسن الظن. واش انا علاش انا راه رباحي تدخلي وتخدمي معايا؟ ولا كاين اللي كيقول لك اختي كتربحي على ظهرنا. لا راه ما كنربح حتى كتربحي، راه انا غنجيبك وغنخدم معاك وغنفورميك وغنكونك باش تخدمي باش تربحي باش نربح عليك. غتربحي غنقول هاد السيده شوفي هي ربحت، هي ولات كتخلص معاك، اذا دخلت لك واحد مجموعه المبيعات عطيني البورسونتاج، عطيني جطي معاها كنربح عليك يعني. ولكن انت تربحي انت، اذا انت رابحه وانا رابحه وانت اللي رابحه الاولى، انت اللي مستافده الاولى، حيت انا تعبت عليك ووريتك وعلمتك الصنعه اللي ما غناتك غتعيشك. والله يهديكم العيالات دخلوا تخدموا وبلا ما تبقاو تسيئوا الظن، راه ان بعض الظن اثم، وحنا راه باغيين نخدموا معاكم، حنا راه بغينا نتعاونوا معاكم، اجيو نتعاونوا مع بعضياتنا ونديروا يد في يد، وانت تربحي وانا نربح. هذا انا الا كنتي ذكيه غتدخلي ما تقوليش ليا كتكذبي، وريني كيفاش درتي تنجحتي، وريني كيفاش نجحوا معك هاد الاخوات. لانني دخلت واحد النهار غير من هاد الميساج، واليوم ماشي هاد الميساج ديالك كتبتي، دخلت من وريني كيفاش نخدم، علميني كيفاش نخدم وانا غادي نعلمك كيفاش غادي تخدمي. مرحبا بكم. انا باغيه نخدم فين نتصل بك. مرحبا حبيبتي اهلا وسهلا. بالنسبه لهذا الميساج كيجيوني بزاف ديال لي كومونتير بحال هكا في هذا الكونت هذا ديال انا بغيت نخدم، فين نتواصلوا بك، فين النيميرو التليفون، فين هو الرقم. هذا الرقم ديالي راه تحت البروفيل، يعني اعتبرك غير على الاسم ديالي في الاسم ديال التيك توك ديالي وغتلقاي النيميرو ديالي لتحت. او لا دخلي الا كاع ما عرفتيش دخلي للخاص وخلي لي التليفون ديالك، وانا ان شاء الله غنهز هذاك التليفون وغادي نعطيه لواحد السيده اللي معايا في الفريق. كاينين معايا بزاف ديال الاخوات اللي تا هما دخلوا غير من هذا الرابط هذا، وغادي يشرحوا لكم ان شاء الله الشركه وطبيعه العمل. سؤال اخر كيجيني بزاف ديال الاخوات اللي كيتواصلوا مع البنات وكيرجعوا عندي وتيقولوا لي علاش ما تواصليش معنا انت، علاش زعما عطيتينا؟ هما كيعتبروها حقره انني زعما ما هضرتش معهم عطيتهم واحده اخرى. بالعكس خصك تاخذيها من الجانب الايجابي، لانني انا متعاونه مع الفريق. انا مثلا دخلتي عندي غنعطيك لوحده اخرى تشرح لك باش هي غتخدم معاك، يعني غتعاونوا. انا غير كنت وسيطه بيناتكم، انكم انت هي ترزق معاك وانت ترزقي معها، انا كنت وسيطه خير. واش انا كاع الناس اللي غيدخلوا عندي غنسجلهم عليا؟ وانا الحمد لله مسك عليا سيدي ربي في هذه الخدمه هذه وفي هذه شركه فيرونا. انا وصلت، انا كنعاون الفريق ديالي باش يوصل، وحتى هذيك السيده اللي انت دخلتي عندها حتى هي كتعاون الناس ديال الشيء. انا الفريق ديالي كله متعاون، انا كنعاون الناس وهما كيعاونوا الناس. اذا الا كنتي بصح باغا تخدمي، راه اي وحده طحتي معها في الفريق ديال خديجه القنياري راه غادي تعاونك كما كانت، وغادي تشد بيديك وغادي تفهمك وغادي تعطيك جميع المعلومات اللازمه باش انت تكوني الفريق ديالك. وراه حتى انت واحد النهار غير تعلمي وتولي تعرفي تشرحي تنتي وتولي تعرفي الشركه وتحفظيها وتعرفي كيفاش الخدمه فيها واساليب الخدمه فيها، راه تنتي غادي نعطيوك ناس من طرفنا اللي غادي يشرحوا لك ان شاء الله الشركه ديال فيرونا. فمرحبا بكم واهلا وسهلا بكم، واي وحده بغات تخدم معنا فتواصلي معايا في كي قلت لكم في التليفون اللي تحت البروفيل، وانا مستعده نشرح لكم ان شاء الله الشركه وطبيعه العمل. مرحبا بكم.